ليش هذا الولد شو اسمه؟ هذا اللي مخلي عينه عليك؟ اي اللي مخلي عينه علي الظاهر معجب. عيني ما شاء الله على هالجو. هي انت كبرت وصار عمرك 60 سنة؟ كبرتي انت حجية وصار عمرك 80 وفاتك القطار؟ تتمنى تلعب بوبجي بس ما تقدر تلزم الموبايل لان انت كبير وايدك ترجف؟ ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، مع منتج صغرني بليز. عبارة عن حبوب ترجعك 40 سنة لورا. صغرني بليز، صغرني بليز. وداعا لعلاج المفاصل، وداعا لعلاج السكر، مع منتج صغرني بليز راح ترجع زعطوط وبدون اسباب راح يطلع لك حب الشباب. الو نعم، من ويايه؟ وياك ملاك من العراق. اهلا بيك اخت ملاك. طبعا انا كلش اشكرك، كان عمري 60 سنة وهسه بفضل الله وبفضلك صار عمري 20 سنة. كلش انصح بمنتج صغرني بليز. عظمك متهشهش وصاير مثل القزيز؟ ابلع صغرني بليز. ويا منتج صغر الزلاطة. اليوم راح اعلمكم شلون تسوون زلاطة. تحتاج طماطية وخيارة. ابو الفلافل دائما يستخدم الخس لان تصرف له ارخص من الخيار، وحتى من يحط الخس بالصمونة تبين اللفة منفوشة. فدرسنا. وقف هاي طفت، خلينا نشوف الثاني. ولك شنو؟ احنا مو متواعدين انا وياك بالمطعم؟ الدقيقة ما دا اسمع من اذني. اختي العزيزة المشاهدة الكريمة، اليوم راح اعلمك شلون تمرنين مناخيرك. شوفي باعي اصبعين، اصبع يمنى اصبع يسرى وتلطشين بخشمك. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد. ست سحر اني كاستاذ فرقع مالي علاقة بهالكلاوات. سابقا طردتيني من البرنامج وعديتها وجيت ودست على كرامتي، فلا تسأليني هاي الاسئلة. حلو حلو استاذ فرقع، ترى انت ما قاعد تيجي للبرنامج ببلاش، قاعد نعطيك فلوس واذا ندفع لك اياهن على القندرة. هاي عليا من قندرة بنت القندرة. شو انت ما تحترمين نفسك؟ قندرة بنت القندرة. مواجهة شكل خليني هسه اقوم امسح بيك. ما تحترمين انت سياسي. شنو هالبرنامج هذا؟ الهالشكل جايف. انا جايف جايف انا جايف جايف يا المعفن يا جايف يا جايف. انا شكلي جايف؟ لعد انت شنو؟ هو انت تشبهين جايف يا طايح الحظ. طز بيك اللي يجي لهذا البرنامج بعد يا ثقة معفنة. ريح تحترمي نفسك وانا شو الكاميرا بهذا البرنامج. ريحة باطك انا ريحة باطك خارج عنا. امشي اطلع برا، امشي اطلع برا. انا مو صوتك صوت الأول عصافير، ويص ويص نقفز الثاني ونطير، در در در. نقفز الثالث. You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. السؤال بيقول كم سعر كيلو الطماطة الرايجة؟ 500 دينار، 750 دينار، 1000 دينار، 1000 وربع دينار. بغض النظر عن اسئلتكم اللي مسويها بعلوة يمكن، بس كيلو الطماطة الرايجة هو بربع حسب المحل، يعني حسب البقال. فانت اذا تبيعها غالي فالكيلو ب500. تثبت يعني؟ ثبت ان شاء الله. قول يا الله. انا قلت لك ان انت ابن شارع وشاب صح؟ صار معك 200 عال. العثور على شاب يحاول ان ينتل نفسه بواسطة شاحنة الموبايل.
لكن الحظ قد حالفه، فأثناء محاولته نقل نفسه طفت المولدة. ليش بابا هيك تسوي؟ ما ادري هيك، ما ادري. هاي صار كم مرة نلقفك هيك تسوي؟ مرة قمست من السطح وما متت، ومرة ذبيت نفسك قدام السيارة وما صار بيك شي. عار انت عار؟ يمكن والله ما ادري. يعني تعترف انت عار؟ ايه يعني عار ما يصير. الثالث حمامات. والآن مع برنامج نكت تبكي من الضحك. احكي. شحكي؟ شنو شحكي؟ احكي لك نكتة. نكتة على الحبل؟ حبل لو جاب. يعني شنو؟ يعني حبل لو جاب. جاب لو رصاص. رصاص لو كتشب. كتشب واسكت له. لا تأخذ الأمور بشكل جدي، خذها بشكل بيبيتي. هاي فد يوم واحد سكران شافوه ياكل بخاشوقة طويلة، قالوا لي ليش تاكل بخاشوقة طويلة؟ قال لهم والله الدكتور قال لي ابتعد عن الأكل. هاي مرة حرامي طاب على بيت لقى رجال وزوجته، فلزم زوجته وحط السكينة برقبته وقال لهم اعطوني الذهب الموبايلات، فالرجال قال له اخذ كل شي بس عوفه. فهذا الحرامي عينه قامت تدمع وقال معقولة اكل حد هسه رجال يحب مرته؟ فالرجال قال له لا بس مرتي راح تجي بعد ربع ساعة. هاي فد يوم الشيطان انهزم للعراق، قال له ليش انهزميت؟ قال لهم علمتهم على الغش وعلى الحواسيب، بالاخير اخذوا بيوت وكتبوا عليهن هذا من فضل ربي. هاي فد يوم واحد اسمه مفتاح مات واهله ما زعلوا عليه. ليش؟ لان عندهم نسخة ثانية. هاي مدرس سأل طالب سكران، قال له ادخل كلمة سكر في جملة مفيدة، فالطالب قال له شربت الشاي في الصباح. بعد وين السكر؟ بالشاي. هاي اكو فد يوم واحد عنده ليرة تركيا، ليرة حديدية كانت معوجة فوداها للحداد يعدلها، فالحداد قال له روح ربع ساعة وتعال، وهو راح ويجاوره ربع ساعة كمل له الليرة. قال له ايش قد الحساب؟ قال له ليرة. قال له خذها. زين انت تدري اذا قعدت بثلاثة بالليل وصيحت بصوت عالي 3 مرات شي يصير؟ ايش راح يصير؟ راح يجاوبوك يموتك كتر. هاكو فد يوم طالب سأل المدرس قال له استاذ يصير الواحد يتعاقب على شي ما سواه؟ قال له لا طبعا حبيبي. قال له لا عاد اني ما سويت الواجب. فد يوم واحد تأخر الراتب مالته وقاعد ما عنده مصرف ضايج، كان مرته نزعت المحبس مالتها قالت لاك حبيبي هذا المحبس مالتي بيعه وتصرف بيه، فهذا ظل يبكي يبكي يبكي. هي قالت له حبيبي لا تبكي هذا المحبس انت جبت لي اياه. قال حبيبتي ما هذا المحبس مو ذهب. هاي اكو غبي قرر ينتحر، صعد للسطح فشاف الناس كلها التمت بس ما انتحر. ليش؟ لان نزل يشوف شكو. فد يوم واحد سلم على غبي قال له شلونك شلون صحتك؟ غبي قال له ما صحتني انا جيت. هاي اكو 3 جهال راحوا على ابو دكان، فواحد منهم قال له عمو اريد نفاخة، فراح ابو الدكان جاب درج وصعد يجيب نفاخة ونزل، فالثاني قال له عمو انا هم اريد نفاخة، فقال له عمو انا مو هسه صعدت غير تقول، فراح صعد جاب نفاخة، فبوا على الجو الثالث قال له عمو انت هم تريد نفاخة؟ قال له لا، فنزل كان يقول له عمو اريد نفاختين. فد يوم واحد متدين تحارش في بنية ذبلها السبحة وقعد خاطر زوجته قلت له
كهربائي. جتي عليه وحدة مرة قالت له الجرس مال البيت العطلان تقدر تجي تصلحه؟ قالها تدللي شغلت نص ساعة واني يمك. اجت ورا ساعتين قالت له اخوي شو ما جيت صلحتي الجرس؟ قالها والله جيت ادق بالجرس ما حطن عليه. فد يوم واحد سأل عراقي قال له انتو ليش حكيكم بالشبوسة تم؟ سبوشة تم. قال له هذا ياكل ببي كلب. قال لك مرة واحد اهله علموه الادب والاحترام قام يدق باب الثلاجة قبل ما يفتحها. فد يوم واحد امه قعدته من النوم تأخر عن الدوام قالت له قوم يمه تأخرت على دوامك. فهو مطفي قام لبس بدلة اخوه الشرطي وقف قبال المراية كان قال فعم غير مطفية قعدت اخوي عبال هاني. اكو فد يوم واحد يمشي ويا حبيبته فحبيبته قالت له اريدك تقول لي حكي يخلي قلبي يدق بسرعة. قال اخوك ورانا. اكو فد يوم واحد الفار يحمي بعبده بلا مصيبة ولا عب عبه لو خاله عبد الله. يح الو نعم من وياي؟ ملاك من العراق كلش انصح بمنتج صغرني بليز. مدارسنا لليوم راح نعلمكم شلون تسوون زلاطة الطماطم بالخيار. ركز لي ابويا ركز لي ابويا. العثور على شاب يحاول ان ينتل نفسه بواسطة شاحنة الموبايل لكن الحظ قد حالفه فاثناء محاولته نتل نفسه طفت المولدة. الو تيست الو علي شاكر يا بس لا خالد. يلا ايش فيك؟ ايش فيك رحمة دينك؟ ايش فيك رحمة دينك؟ حبل ها نسيت ولا تاكل مش ذكرت اعيد حبل يعني حبل بس ها يا اخي قصر قطعه ما عيدت. قال ربي مثل ما قلت لك البارحه تدري صيح تدري ما يسائل بس السؤال مو مائل. لا شوف قاعد على فرحت انا عبد الله لا تموت خاله تقول لي خاله على الشحن مو قاعد تقول لي شحن. يابا رحمة دينك شنو يضحك؟ قوم عبد الله خاله قلت لي خاله على الشحن قوم وقول لي شحن شدات